سنحدثكم في هذا المقطع عن المقاتل المغربي والصاعد بقوة صلاح الدين برناس، وأبرز إنجازاته التي حققها في الفنون القتالية المختلطة، وانتقاله بعد ذلك إلى أشهر منظمة على مستوى العالم، منظمة UFC. صلاح الدين برناس هو مقاتل فنون قتالية المختلطة MMA، يحمل الجنسية المغربية والفرنسية. ولد في يوم 4 ديسمبر 97 و900 ألف بمدينة أوبرفيليه الفرنسية، ويعد من أبرز المقاتلين الذين أنجبتهم أوروبا، واشتهر بمهاراته المتكاملة في الملاكمة، الركلات والإخضاع، كما يعتبر أحد أبرز نجوم منظمة KSW الأوروبية قبل انتقاله إلى الساحة العالمية. أبرز إنجازاته: كان صلاح الدين برناس بطل في منظمة KSW في وزن الريشة مرتين، وفي فئة الوزن الخفيف أيضا، وكان رابع مقاتل في تاريخ منظمة KSW يجمع بين لقبين في فئتين وزنيتين مختلفتين. في الوقت نفسه نجح في الدفاع عن لقب الوزن الخفيف 4 مرات، ودفع عن لقب وزن الريشة عدة مرات خلال مسيرته. يمتلك سجلا احترافيا مميزا يتضمن أكثر من 20 انتصارا، حقق عددا كبيرا منها بالضربة القاضية أو بالإخضاع، كما خاض أيضا الملاكمة الاحترافية وحقق الفوز في نزالها الأول بالضربة القاضية. وهذه أبرز نزالاته التي خاضها صلاح الدين برناس. نزال أمام أدريان بارتوسينسكي خسر بقرار الحكام بالإخضاع في نزال على وزن المتوسط عام 2023. نزال أمام فاليريو ميرتيشا فاز بالضربة القاضية بركلة على مستوى الرأس عام 2024. فاز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية عام 2025. نزال أمام مارسين هيلد فاز بالضربة الفنية القاضية ودفع عن لقب KSW للوزن الخفيف في هذه السنة. en sortie. Il essaie de s'accrocher tant bien que mal, hein. Martinez maintenant. Je pense qu'il a pris la mesure de son adversaire maintenant. C'est à quoi ça. Et regarde, il le tire avec lui. Qui vous permet d'arriver dans les jambes de l'adversaire. Sur un malentendu, mais vu la vivacité de Salah, en même temps, il n'a pas forcément held. Il a besoin de réduire la distance, hein. Mais c'est regarde quand il rentre. نزال أمام كينيس كروس
فاز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى في هذه السنة أيضا. Resilience by Kenneth Cross, and what a first round! Yeah, Cross is trying to brawl with Parnas. Oh, what a body shot! And the body shot did it, and Saladin Parnas as... وفي هذه السنة عام 2026 وقع المغربي صلاح الدين برناس مع منظمة UFC ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته القتالية ويخوض أول نزال له في الحدث الرئيسي لبطولة UFC بباريس. وينظر إلى صلاح الدين برناس على أنه أحد أفضل المقاتلين الأوروبيين في هذا الجيل، ويتميز بسرعة الحركة والدقة في توجيه الضربات والقدرة على إنهاء النزالات سواء باللكمات أو بحركات الإخضاع، مما جعله من أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية المختلطة. كما يمتلك صلاح الدين برناس سجلا احترافيا يبلغ 23 انتصارا مقابل هزيمتين، ويعد من أبرز المقاتلين الأوروبيين الذين انتقلوا إلى UFC بعد مسيرة حافلة بالنجاح في منظمة KSW. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء.